تبدأ القصة والأرض في حال كارثية. لقد تدمر الكوكب تماما، ولم يعد البشر قادرين على العيش على سطحه. أمام خطر الانقراض، اتفقت مجموعة من العلماء والمهندسين على بناء مدينة ملجأ سرية عميقا تحت الأرض سميت أمبر سيتي. ووضع مصمموها قاعدة صارمة: لا يعود أحد إلى السطح قبل مرور 200 عام، لأن التقديرات العلمية تشير إلى أن الأرض لن تتعافى وتصبح صالحة للسكن إلا بعد قرنين. ولضمان تنفيذ الخطة، صنع العلماء صندوقا حديديا غامضا مزودا بعد تنازلي تلقائي، وبرمج الصندوق ليفتح بعد 200 عام تماما، وداخله كل الإرشادات الفنية وتعليمات الخروج من أمبر سيتي والعودة إلى السطح. ثم سلم إلى أول عمدة، وتوارثه الخلف جيلا بعد جيل، لكن سلسلة القيادة انقطعت حين وصل إلى العمدة 47. لكن العمدة مات فجأة بأزمة قلبية قبل أن يسلم الصندوق أو يكشف سره، وبسبب ذلك نسي الصندوق تدريجيا وبقي مدفونا في خزانة تخزين. وبعد تجاوز حد 100 عام انفتح قفله تلقائيا داخل الخزانة المغبرة، لكن لأن المعلومات كانت قد انقطعت منذ عقود، لم يدرك أي من السكان معنى الصندوق أو حتى وجوده. وبعد سنوات نرى حال أمبر سيتي، مدينة تحت الأرض تدار ببيروقراطية شديدة، وكل الأعمال فيها تنظمها إدارات خاصة لضمان استمرارها. والأغرب أن المهن تحدد بنظام قرعة، مهما كان تعليم الشخص أو موهبته فعليه قبول الوظيفة التي تخرج له. كما أن محدودية التكنولوجيا مشكلة كبرى في أمبر سيتي، لأن معظم أعمال صيانة المدينة تنجز يدويا لغياب قطع الغيار الحديثة. ولا تملك المدينة شبكة كهرباء مستقلة، إذ يعتمد الضوء كله على مولد واحد ضخم يعمل بتوربين سري في المستوى الأدنى. والمشكلة أن أمبر سيتي صممت لتصمد 200 عام فقط، وبعد تجاوز هذا الحد بدأت المرافق تتعطل جماعيا، وأدى تلف أجزاء المولد إلى انقطاعات كهرباء عشوائية شبه يومية، ما يهدد المدينة بظلام دائم. وفي خضم أزمة الطاقة هذه يطمح شاب اسمه دون أن يصبح فني كهرباء، يريد إصلاح المولد الرئيسي لإنهاء أزمة الانقطاع. وكان والد دون فني كهرباء سابقا، لكنه فشل في حل مشكلة المولد، لذا صمم دون على إكمال تجارب والده. وفي جهة أخرى من المدينة كانت لينا تحلم بشيء مختلف تماما. كانت تريد وظيفة مرسلة رسائل سريعة لربط التواصل الشفهي بين كل قطاعات أمبر سيتي. هذا رائع. وأخيرا جاء يوم قرعة الوظائف، لكن النتيجة تخالفت توقعاتهما. حصلت لينا على وظيفة عاملة أنابيب مياه تحت الأرض، بينما اختير دون ليكون مرسل رسائل. وطبعا خيبت هذه النتيجة أملهما. نحن نتطور. وبمنطق عملي أدرك دون أن وظيفة أنابيب المياه أنسب له، فذلك القطاع يقع في المستوى نفسه لغرفة المولد الرئيسي، لذا ذهب فورا إلى لينا وعرض عليها تبديل الوظيفة.
ولأن لينا كانت تريد وظيفة مرسلة الرسائل وافقت فورا بسعادة. كيف عملك؟ ثم عادت لينا إلى بيتها لتخبر جدتها المسنة بهذا الخبر السار. وفي الليل وكعادتها شغلت لينا تسجيلا صوتيا قديما لوالدها الراحل لينام شقيقها الصغير، وكان والدها قد مات منذ زمن، وهذا التسجيل هو الذكرى الوحيدة الباقية منه. لكن كان هناك تفصيل غريب في نهاية التسجيل. كان يظهر دائما صوت رجل اسمه بور، ومن نبرته بدا مثقلا بالذنب بسبب حادث ما، وأكد أنه بقي مع والد لينا حتى اللحظة الأخيرة، وما إن قال ذلك حتى انقطع التسجيل فجأة وبشكل غامض. وفي اليوم التالي بدأت لينا أول يوم لها كمرسلة رسائل، وبينما كانت توصل رسالة إلى خالتها صرخ رجل فجأة بهستيرية محذرا الناس من أنه تجاوز حدود المدينة ودخل الظلام المخيف، المنطقة المحظورة على الجميع، وزعم أنه تعرض لهجوم من مخلوق ضخم، ثم رمى قطعة من أحد أعضائه على الأرض دليلا، لكن السكان تجاهلوا تحذيره وعدوه مجنونا. ووصلت الشرطة وأوقفت الرجل لمخالفته حظر المناطق. لماذا فاز؟ لا تذهب بعيدا. وفي الوقت نفسه بدأ دون أول نوبة له في منشأة الأنابيب تحت الأرض، ومن خلال معاينته للبنية الفنية أدرك أن إمبر سيتي تقترب من انهيار كامل، لأن المولد الرئيسي على حافة عطل خطير، والتسريبات تضرب كل القطاعات. والأسوأ أن مخزون المدينة نفد من قطع الغيار والبدائل. حتى العمال القدامى رفعوا أيديهم واستسلموا ينتظرون موت نظام المدينة، لكن دون رفض الاستسلام وبدافع حاجته إلى البيانات سرق خفية مخطط إمبر سيتي من جيب مرشده حين غفل. وأثناء تحليل الخريطة اكتشف دون نقطة غريبة بابا فولاذيا مقفلا حذف موقعه عمدا من الوثائق الرسمية، وبأدوات بسيطة كسر القفل فوجد وراءه نفق إخلاء عموديا مظلما بلا أي إنارة. ولضعف الرؤية أوقف الاستكشاف واتجه إلى ممر جانبي حتى وجد حبلا سميكا يتدلى من السقف الخرساني، فتسلقه ووصل إلى غرفة علوية على الأطراف اتضح أنها مجمع مخازن الطعام الرئيسي للمدينة. وقبل أن يفتش بقية المخزون ضبطه مشرف المستودع وطرده فورا من المنطقة المعقمة، وبعدها مباشرة ضرب انقطاع كهرباء شامل إمبر سيتي من جديد، لكن هذه المرة طال الظلام أكثر بكثير من الانقطاعات المعتادة، فأثار ذلك ذعرا بين السكان خوفا من أن يكون المولد الرئيسي قد توقف نهائيا. إعادة الكهرباء مؤقتا أسرعت لينا إلى البيت لتطمئن على عائلتها. وفي ارتباك ما بعد الانقطاع حاولت الجدة المصابة بالخرف فجأة إخبارهم بأمر مهم عن شيء سري مخبأ في البيت، وقالت إنه صندوق معدني غامض كان يورث قديما بين كبار العمداء، لكن مساره انقطع حتى دفن في خزانة العائلة. فبدأت لينا تفتش الأغراض القديمة في العلية حتى أخرجت الصندوق المعدني.
كان قفله الآلي مفتوحا، لكن جدتها بسبب النسيان لم تتذكر الرسالة التي بداخله. وفي اليوم التالي كلفت لينا بتسليم مذكرة رسمية إلى مكتب عمدة إمبر سيتي، وما إن دخلت المكتب حتى لاحظت تصرفا مريبا من ريك. وبدا العمدة مذعورا، فأخفى بسرعة مفتاحا في درج مكتبه حين كانت لينا توصل الرسالة همسا. وأثناء خروجها لاحظت لينا أمرا غريبا آخر. رأت حارس بوابة اسمه لافر يجري صفقة سرية ويتهامس بريبة مع شخص في زاوية مظلمة. ما الذي يحدث؟ بدأت لينا تركز على حل لغز الوثائق داخل الصندوق المعدني الموروث، ومع دون حددا رمزا غريبا على الغطاء، ووجدا قصاصات تبدو كأجزاء مخطط، فأعادا تركيبها بدقة قطعة قطعة حتى اكتمل الشكل. واكتشفا حقيقة حاسمة: الوثيقة تعليمات وخريطة سرية للخروج من إمبر سيتي إلى سطح الأرض، وكانت ترسم مسار نفق خاص، فاستدعى ذلك فورا في ذاكرة دون الباب الفولاذي الغامض قرب منشأة الأنابيب تحت الأرض. وأيقن دون أن هذه الخريطة السرية دليل لعبور النفق المظلم خلف ذلك الباب. ومن دون إضاعة وقت تحرك سرا نحو موقع ذلك النفق المحظور. وحين راقب قرب المدخل رأيا رجلا أعرج يهرب مذعورا من الظلام، ثم اختفى عند منعطف الممر. فتشت لينا ودون المكان، فوجدا على الأرض عبوات غذاء من كيلينغ بريميوم، وأربكهما الأمر لأن هذا الطعام الفاخر اختفى منذ سنوات من سجلات إمبر سيتي. وقبل أن يحددا مصدره، خرجت من النفق المظلم حركة مفاجئة: مخلوق متحور ضخم اندفع نحوهما. وفي غرفة الإخلاء انتبهت لينا إلى خوذة الأمان القديمة التي كان دون يضعها، وما إن قرأت الاسم المنقوش عليها حتى صدمت، لأنها كانت لوالدها الراحل. وأوضح دون أن السجلات الرسمية تقول إن صاحب الخوذة مات في حادث عمل وغرق أثناء إصلاح خط المياه الرئيسي. لكن لينا رأت خللا في الرواية، فهي تعرف أن تدفق المياه في إمبر سيتي ضعيف جدا ولا يكفي لإغراق عامل بلغ عرضا. وللبحث عن الحقيقة ذهبت إلى خالتها ونبشت أرشيف الماضي، حتى تحت ضغط أسئلة لينا. واعترفت الخالة أخيرا بأن والد لينا كان منذ زمن يعرف وجود عالم خارجي فوق إمبر سيتي، واندفع بهذا اليقين، فخاض استكشافا غير قانوني بحثا عن مخرج من هذه المدينة تحت الأرض، إلى أن مات بفعل ذلك الخطر. وأخفت الخالة الحقيقة كي لا تكرر لينا الخطأ نفسه. وفي طريق العودة صادفت لينا صديقتها ليزا، وخلال حديثهما لاحظت لينا غرابة في حقيبة ليزا، كانت مليئة بطعام معلب فاخر نادر. ومع إصرار لينا اعترفت ليزا أخيرا أن السلع غير المشروعة من حبيبها
وفي لحظة الاعتراف تلك وصل لافر ليأخذ ليزي، وما إن راقبت لينا هيئته وطريقة مشيه حتى حسمت أمرها. الرجل الأعرج الذي رأته يهرب سابقا في النفق العملاق هو لافر، وتأكد شكها فنسقت فورا مع دون للعودة والتسلل إلى ذلك النفق. وهذه المرة عند نهاية الممر السري وجدا مخزنا لوجستيا هائلا، وهناك رأيا عمدة إمبر سيتي نائما بعمق وسط مؤن غذائية تكفي لتحرير المدينة كلها من الجوع لو وزعت على السكان. بعد ذلك احتميا في بيت لينا لوضع خطة طوارئ. وكعادتها شغلت لينا تسجيل والدها الصوتي ليساعد شقيقها على النوم، لكن هذه المرة فحص دون ترددات التسجيل بدقة أكبر، وبحدسه اكتشف تمويها صوتيا خفيا وإرسالا تردديا آخر يعمل في خلفية الشريط. وبعد تحليل الترددات مرارا التقط دون حقيقة صادمة: الصوت المتداخل في خلفية التسجيل كان صوت والده نفسه، وفي الثواني الأخيرة سمع اسم لوريس هارو وهو اسم والد دون. وهنا بدأت قطع لغز الماضي تترابط. واتضح أن والد دون كان شريك والد لينا سابقا، وقد خاضا قبل عقود استكشافا غير قانوني إلى دارك فلاش بحثا عن مخرج من إمبر سيتي. عندها فهم دون لماذا كان والده شديد الحماية ويمنعه دائما من الاقتراب من منطقة المولد، فذهب إليه فورا وطالبه بالحقيقة الكاملة عن تلك الرحلة القديمة تمهيدا لخطة إنقاذ جماعي لسكان المدينة. لا مخرج. لا أعرف شيئا يا أبي. لدي دليل. وفي مكان آخر تحركت لينا بذكاء لنشر دليل جريمة احتكار المؤن التي ارتكبها العمدة، لكن بيروقراطية المدينة كانت أسرع، إذ سيطر نفوذ العمدة على رجال الأمن، فتحولت لينا إلى متهمة بنشر شائعات كاذبة، واعتقلت وسيقت فورا إلى العمدة. وأثناء استجواب لينا في مكتب العمدة انصب انتباهها على قلادة معدنية في جيبه، لأن نقشها الهندسي يطابق الرمز على صندوقها المعدني الغامض. وفي ذروة التوتر ضرب انقطاع كهرباء شامل المدينة، فغرقت الغرفة في ظلام تام. استغلت لينا تلك اللحظة الخاطفة فانتزعت القلادة من جيب العمدة وهربت عبر النافذة. لينا وبعدما هدأ الوضع أسرع لينا ودون للاحتماء، واتجها إلى موقع النفق السفلي الذي عجز والداهما عن اختراقه سابقا. وفي نهاية المنطقة المحظورة وجدا آلة حفر عملاقة من بقايا مهندس المدينة المؤسسين. سنعود إلى هنا. ومع إغلاق أجهزة المدينة طرق التراجع لم يبق أمامهما إلا تشغيل آلة الحفر، فزمجرت الوحدة واخترقت الخرسانة وأخذتهما إلى أعماق أكبر داخل إيرث. وبدأوا يغنون. ثم حاول دون ولينا مطابقة قلادة العمدة المسروقة مع الحجرة السرية داخل الصندوق المعدني الغامض،
وانطبقت الآلية الداخلية تماما، وعند جمع القطعتين ظهرت تعليمات بصرية جديدة على شكل رمز لدائرة المولد الرئيسي. ففهم دون فورا أن مخرج الإخلاء من أمبر سيتي مرتبط بقلب المولد الرئيسي للمدينة. ثم قرر التسلل مجددا إلى المدينة الخاضعة لحراسة مشددة، فأحضرت لينا شقيقها الصغيرة وانطلقت مع دون، واخترقا الطوق الأمني نحو غرفة المولد في المستوى الأدنى، لكنهما وجدا البوابة الفولاذية محكمة الإغلاق بلا منفذ. أعادت لينا فتح المخطط الدائري من الصندوق المعدني، ثم طابقت تفاصيله مع أدوات لوحة المولد، وأدركت أن الخريطة ليست جغرافية بل دليل ملاحي للغرفة نفسها، وباتباعه أزاح خزانة أرشيف ضخمة، فاكتشفا خلفها مدخل باب هيدروليكي. وفي وسط الغرفة كانت هناك عجلة قيادة قديمة من الحديد المصبوب، وما إن أدارها دون بالقوة حتى اشتغل النظام الهيدروليكي القديم فورا، فحرك الجدران الخرسانية وفتح ممرا إلى منطقة لم ترسم قط في أمبر سيتي. وخلف الجدار ظهر نهر جوفي شديد الجريان، وبعد لحظات انزلقت إحدى خزائن الحديد إلى الماء، وطفت كأنها قارب نجاة طارئ، لكن فرحتهما انقطعت حين رأياها تسحب نحو أسطوانة دوارة عملاقة، فتحطمت فورا تحت الضغط. عندها فهمت لينا أن هذا هو السحق المائي نفسه الذي قتل والدها قبل سنوات، وبناء على تحليل تدفق الماء وضع دون خطة إذا تمكن من رفع نفوذ النهر فوق الأسطوانة فسيعبر قاربهما فوقها بسلام. ثم راجع الخريطة ووجدا غرفة التحكم بصمامات المياه. لكن الباب كان مزودا بقفل تشفير ميكانيكي، فاستخدمت لينا قلادة العمدة كمفتاح رئيسي وأدخلتها في الفتحة، فانفتح الباب، وداخل غرفة التحكم بدأ سحب الروافع وتشغيل دوائر المياه وفق المخطط. مرحبا، ما الخطوة التالية؟ وبدأت آلية الأسطوانة تتحرك، فارتفع منسوب ماء النهر فجأة، لكن الضغط الهيدروليكي الهائل تسبب بقصر كهربائي في مولد أمبر سيتي الرئيسي، فانفجرت عدادات الكهرباء وتحطمت أضواء المدينة تباعا، وهكذا حاصر الظلام أمبر سيتي بينما بدأت السيول تغمر الأحياء السكنية. وأمام انهيار نظام المدينة أصيب العمدة بالذعر، فأغلق على نفسه مخبأ الطعام السري لينجو وحده، لكن تحرك التربة بسبب الفيضان أدخل مخلوقا متحورا ضخما من دارك فيس إلى المخبأ، وهناك لقي العمدة الجبان حتفه على يد الوحش داخل مخزنه نفسه. وفي غرفة التحكم بالمياه وصل مشرف دون في منشأة الأنابيب ليقدم دعما فنيا، وكان ضغط الماء المرتفع يمنع ذراع التحكم من التثبيت التلقائي، فكان لابد من إمساكه يدويا بقوة بدنية ليبقى التدفق مستقرا. ولما أدرك دون أن الوقت يضيق طلب من مشرفه أن ينسحب معهم فورا، لكن المشرف اختار البقاء ممسكا بالذراع ليؤمن طريق هروب الجيل التالي. ثم قفزت لينا ودون وشقيقها الصغير إلى خزانة النجاة العائمة، فانطلقت بهم المياه متجاوزة حد الأسطوانة بعد أن خفض المشرف مستواها، وبعدها مات من الإنهاك وضربات الماء.
واندفعت خزانة النجاة عبر شبكة الأنابيب العمودية المظلمة، وعبرت منزلقات صخرية حتى ارتطمت أخيرا في أعمق كهف تجميع. شكرا على المشاهدة. ثم ساروا في ممر ضيق وصعدوا حتى لمحوا خيط ضوء من بعيد، لكن حين بلغوا حافة الجرف لم يروا إلى سماء شديدة الظلام، فظنوا أن رحلتهم انتهت بالفشل. لكن بعد ساعات حدث تحول طبيعي، بدأ الأفق يضيء ببطء حتى اكتمل الشروق، ولأول مرة في حياتهما رأت لينا ودون السماء الزرقاء والخضرة وشمس إيرث الحقيقية. وهكذا وصلا أخيرا إلى سطح الأرض بعد تعافيه من إشعاع الماضي. وأثناء استكشاف المنطقة وجد دون شقا بركانيا عموديا عميقا، وحين نظر إلى أسفله أدركت لينا أن الفتحة تخترق سقف قبة إمبر سيتي مباشرة، فتحركت فورا وكتبت على ورقة تعليمات لمسار إخلاء عبر نفق المياه، ثم لفتها حول حجر بقطعة قماش وألقتها في فتحة التهوية، فسقطت الرسالة داخل إمبر سيتي المظلمة، والتقطها والد دون. وحين قرأ لوريس تعليمات ابنه ابتسم بفخر، فالحلم العلمي الذي عجز عن تحقيقه لعقود مع والد لينا أنجزه أخيرا هذا الجيل بإتقان. وفي النهاية لا يروي الفيلم مجرد البقاء تحت الأرض، بل شجاعة تحدي الحدود التي تحاصرنا.